تعالوا نعمل صينية لحمة بالخضار أو خضار باللحمة. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، حاجة كده اللهم بارك. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة ديت؟ لميت كده كل الخضار اللي عندي في التلاجة وعملت بيه أحلى فطار، واللحمة بتاعتنا مستوية ودايبة مع طبق كده رز بشعرية. حاجة كده اللهم بارك. الصينية بتاعتنا كلها قيمة غذائية، وجبة فطار سهلة ولذيذة وفي أقل وقت وأقل مجهود. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. أنا معايا هنا كمية من البصل، من 5 ل6 بصلات مقطعاهم كده حلقات رقيقة. نزلت عليهم كده برشة من الملح ومعلقة من هريسة الشطة والبهارات بتاعتنا، ملح وفلفل و7 بهارات ورشة من جوز الطيب. ممكن تحط بهارات لحمة. هقلب بقى كده البهارات مع البصل تقليبة كده محترمة مع هريسة الشطة، واخد كده جزء وافرده كده في أرضية الصينية. وبعد كده مقطعة بقى كده الخضار بتاعنا حلقات، وغسلاه وسبته يتصفى. نزلت بيه كده على البصل، ومعانا برضو شوية من البسلة برضو كانت متفرزة، نزلت بيها على الخضار بتاعنا. تديله برضو تزود من قيمته الغذائية، وتبقى برضو صينية خضار مشكلة حاجة كده اللهم بارك. هناخد برضو كده جزء تاني من البصل ونفرده كده على الخضار، يبقى تحت كده اللحمة. واللحمة بتاعتنا كنت مشوحاها في معلقة من السمنة مع فصين من المستكة، وبقيت ازودها كده شقشاق مية بشقشاق مية عشان تستوي 3/4 تسوية، والربع التاني تخليه كده يكمل تسويته مع الخضار. نزلت بقى كده بكمية البصل الأخيرة، لازم نغطي كده اللحمة بكمية البصل علشان كده تبقى طرية كده وجوسي في الصينية. بعد كده نزلت بكام فص من التوم حلقات كده، 3 4 فصوص من التوم شقاهم كده حلقات، وقرنين فلفل سبايسي. بعد كده معايا حلقات من الطماطم، 4 برضو 5 طماطمات مع رشة من الملح ورشة فلفل أسمر. وطبعا كده هقلبهم مع بعض. أنا مش هحط صلصة طماطم، أنا هكتفي بس بالطماطم بتاعتنا لأنها كده هي حمرة منها فيها، مش هحط صلصة على الخضار. بعد كده في الإناء اللي فيه الطماطم حطيت شوية من المية المغلية، وظبطت الملح بتاعه مع رشة من الفلفل الأسمر، وقلبتهم كده وهسق الصينية بتاعتنا تغلي بقى كده أو تشكشك كده على النار. بعد كده هندخلها الفرن. أنا هنا بقول لكم الفلفل الأسمر بنزود أنا الكمية بتاعته علشان هي صينية الخضار باللحمة بتحب كده الفلفل الأسمر، بيديها كده طعم ونكهة جميلة. مع حتة الدهنة اللي كانت في اللحمة قطعتها كده وحطيتها على وش الصينية. بعد كده معايا معلقة من السمنة مسيحاها برضو، زقيت بيها كده الصينية تديلها كده نكهة وتديلها لون حلو كده لما تخش الفرن. هغطي بقى عليها كده واسيبها كده تاخد وتدي مع نفسها وتغلي كده غلوتين 3، وبعد كده ادخلها بقى الفرن تاخد بقى اللون القمر اللي انتوا هتشوفوه معانا. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بقى كانت استوت 3/4 تسوية. دخلت بقى كده الصينية الفرن، ويكون الفرن سابق التسخين على نار عالية طبعا. وطبعا انا شغلت برضو فوق وتحت الفرن والشواية، سبت بقى الصينية تاخد اللون القمر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بعد كده عملت شوية رز بشعرية، وحمرت الشعرية مع رشة من الملح مع سمنة مع زيت عشان كده الرز بتاعنا يبقى مفلفل، وشوحتهم كده. ونزلت بقى كده بالملح بتاعنا، ظبطت كده الرز بالملح. بعد كده هنسقيه بقى بالمية المغلية على نار عالية لحد كده ما يغلي ويستوي. نوطي بقى كده ونهدي عليه النار ونسيبه كده يتلدن لحد ايه ميعاد الفطار بتاعنا.
في الوقت ده انا كنت طلعت الصينية بتاعتنا من الفرن، وشايفين جمالها وحلاوتها، حاجة كده اللهم بارك. ما خدتش ساعة زمن والله يا بنات، يعني لو قايمة كده العصر وتحضري اكلك وفطارك هتحضريه وان شاء الله تخلصيه قبل المغرب. واللحمة بتاعتنا مستوية، حاجة كده اللهم بارك. صينية لحمة بالخضار، مفيدة ومغذية وكلها قيمة غذائية. واللحمة بتاعتنا بقى كده مستوية مع طبق الرز بشعرية، حاجة كده اللهم بارك. فيديو كده خفيف وجميل، والأكلة بتاعتنا لذيذة ومغذية، وحاجة كده بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة ديت؟ لو عجبكم الفيديو ياريت تسيبولي دعوة حلوة كده من قلبكم، بتفرحني وبتسعد قلبي. اتمنى ان انتوا تجربوا وصفاتي، وان شاء الله تحوز رضاكم. وبإذن الله كده لما تجربوها وتطلع حلوة معاكم وتعجبكم تسيبولي دعوة حلوة من قلبكم. اشوفكم على خير، مع السلامة، باي باي.